اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين، وصلى عليه يا ربنا في كل وقت وحين. صلوا على الحبيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. النهارده جايبه لكم فيديو سهل كده وبسيط، ويلا بينا نشوف ايه هو الفيديو ده. يا رب تستفيدوا منه ويعجبكم ان شاء الله. بص يا ست، انا صبعي كان هنا في ايه، الودن او حته الجلده اللي بتبقى طالعه هنا دي، فجيت شديتها فصبعي واحمر وورم ومبقتش قادره احركه. فانا عندي طريقه سهله وبسيطه. هو كده الحمد لله بعد ما خف. هتلاقي عندك في التلاجة يعني نص الليمونة اللي بتبقى في باب التلاجة اللي انتي بتحطيه وتنسيه، هتجيبيه وتروحي مدخلة صابعك في سواء صابع رجلك او صابع ايديك كده اهو. هتسيبيها من امتى؟ لو تقدري تسيبيها طول النهار ماشي، من بالليل للصبح ماشي، اللي تقدري، بس اهم حاجة ما تكونش اقل من 12 ساعة علشان تستفيدي. هو في الاول بصراحة هتحرقك شوية او هتوجعك شوية، لان الليمون طبعا حامض ومضاد حيوي، بس ان شاء الله هتجيب نتيجة فعالة فيه. دوت اللي كان الودنة اللي بتطلع في الصابع. يلا بينا بقى نشوف. لو كان الصابع مدوحس برضك نفس الطريقة، هنحط فيه نص الليمونة. لو صابعك مدوحس، بدل ما تروحي للدكتور او هيشيلك الضافر ويعمل تنظيف وكل شوية يقولك تعالي تغيري وحاجات كده كتير، هي نص ليمونة بس. في الصابع المدوحس هقولك تعملي فيه ايه تاني، هي نص ليمونة بس ايه بطريقة تانية. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا هتجيبي النص الليمونة وهتحطيه على النار. لو كان عندك شياطة او اي حاجة حطها، المهم انها ايه، عايزين النص ليمونة زي ما بيقولوا كده تتشوي او تسخن معاكي، ماشي، او زي ما انتوا شايفين كده. بس انا طبعا مش هعملها لان أنا الحمد لله يعني صباعة خف وكده، مش هكملش اقول. دي بعد النص ليمونه ما حطيتها على النار، او ليمونه كامله لو الصبع كبير في الرجل، دي لو الصبع مدوحس، وهتشيلها من على النار. هي هتبقى معموله خالص، انا ما سبتهاش كتير لان انا مش هستعملها. هتبقى وتسيبيها شويه لحد ما انت تطيقي تدخلي فيها صبعك، يعني تسيبيها تهدى بعد ما تشويها لحد ما تطيقي تدخلي فيها صبعك كده، يعني ايه، تخلي الحراره يعني انت تطيقيها. هي لسه سخنه من جوه قوي، عشان كده مش لحد ما تطيقي الحراره ان انت تدخلي فيها صبعك، مش اول ما تنزليها من على النار تروحي مدخلاها في الصبع وهو ملتهب، لا، تسيبيها تهدى خالص تسيبيها تهدى خالص، يعني تبقى يعني مش تبرد قوي، لا تبقى دافيه شويه كده. يعني المهم ان انت تطيقيها على صبعك وتدخليها فيها وتسيبيها برضك للصبح، لو من بالليل للصبح او الصبح بالليل، المهم 12 ساعة فيها. وان شاء الله وبإذن الله هتشيلي الليمونة، هتلاقي صبعك طلع كل اللي فيه. لو مدوحس طلع كل اللي فيه وهينشف بإذن الله من أول مرة وعن تجربة. وصفة سهلة وبسيطة ومش هكلفك حاجة. وما بتروحي للدكتور بيهولك الدنيا زي ما بيقولوا، ده عايز عملية وفتح وشيل الضافر ومش عارفة ايه وحاجات كتير كده، لكن دي عن تجربة. وربنا يشفي كل مريض، ويا رب تستفادوا من الفيديو ولو حاجة بسيطة، وأتمنى ان الفيديو يعجبكم.